إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. أحداث الحلقة 175 من مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس. يحيط عثمان بي بقلعة أخي سار، حيث يتم تغطية كل أشعة الشمس ولا تتحرك أجلارا، وتركيا تحرق قراها، وصوفيا التي توعدت بالانتقام من عثمان بك لا تتردد. وتتحرك صوفيا لنصب فخ لعثمان بك بعد وصول السفير المغولي. وبينما كان عثمان بك يحاصر أخي سار، وصل إلى القرية مبعوث أولوغان القائد العام المغولي، وسوف يشيدون بعثمان بك. هل هذا ما تريده الآن؟ ما رأيك في ذلك؟ قدم سفير المغول طلبات الجزية أمام عثمان بك. كم مرة يأتي إليك عثمان بيهن؟ هل يعرف ما يحدث؟ وإجابة عثمان بك أثارت غضب السفير المغولي بشدة. ولماذا لا تتحدث عن ذلك؟ عثمان بيه ما العيب فيما العيب؟ عثمان بك لن يتراجع عن القتال رغم كل شيء، وهدفه الآن هو أخي سار. وما هي الخطوة الأولى التي قام بها عثمان بك لغزو أخي سار؟ عثمان بك لن يتراجع عن الغزو رغم التهديد المغولي. وعثمان بك، هل تعلم ما الذي كان يحدث مع لوكاس أو ما الذي حدث معه؟ عثمان بك، ما هي الحقيقة؟ ويتعلم لوكاس وصوفيا نية عثمان بك لغزو أخي سار. وهل من الآمن بالنسبة لي أن أعرف ما هو الخطأ معي؟ وتلتقي بوينا بصوفيا وتخبرها بكل ما حدث في القرية، وكيف ستخدع صوفيا على عثمان بيه بسبب وصول السفير المنغولي. ولقد كشف برومو مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس الحلقة 175 الكثير من الأحداث الشيقة، مثل هجوم قائد المغول تيمور نويان على عثمان من أجل جمع الضرائب، ولكن عثمان يرفض ذلك، فيضطر المغول إلى استخدام القوة وحرق جميع قبيلة عثمان الكاي. فيتخذ عثمان قرار الهجوم على المغول، وتبدأ رحلة جديدة لعثمان من أجل تخلص أرض الأتراك من ظلم المغول. ويعرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 175 قصة عشق مترجم بطولة بوراك عبر منصة قصة عشق مجانا قبل عرضه عبر قناة الفجر الجزائرية. ويعرض المسلسل في الأوقات التالية عبر قناة ATV التركية الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة 11 بتوقيت الإمارات، وعبر قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 9 بتوقيت مكة المكرمة، والإعادة تكون يوم الجمعة من كل أسبوع. نشكركم على طيب المتابعة، وأضرب لكم موعدا في حلقة قادمة إن شاء الله.